جوهرة غانا صاحب ال 18 عام عبد العزيز عيسى. قبل ما نتكلم عن امكانيات اللاعب المذهله، بقالنا كتير قوي في الاهلي ما عندناش الجناح الاشول الحريف اللي بيشوط ار2 وبيلعب فاولات من ساعه ما وليد سليمان اعتزل، وخاصه بعد هبوط مستوى بيرسي تاو الفتره الاخيره. ليه ما فكرش في موهبه زي دي صغيره هتتأيد تحت السن، وسعره على ترانسفير ماركت $100,000 بس، صفقه مربوحه من كل الاتجاهات. لعيب صغير بيلعب فريق اول ومستوى عالي من فتره كبيره، سعره على قد ايدك، وبالنسبه للامكانيات تعالوا نتكلم فيها سوا مع بعض. حاوي جديد في سماء الكره الافريقيه، لعيب اشول تحب الكره تيجي في رجله عشان تتفرج عليه وعلى مهاراته ومراوغاته للمدافعين. هل هو مراوغ جيد بس؟ لا طبعا، ولعيب هداف ورجله عارفه طريق الشبكه بشكل مميز جدا، سواء بتسديدات من بره المنطقه او فاولات من مسافات بطريقه عالميه بتوضح امكانياته الفنيه العاليه. وهنتكلم عن هدف باستفاضه دلوقتي. هل بيراوغ ويسجل بس؟ لا برضه، من اكتر لاعبين دريمز صناعه للاهداف. لعيب عنده 18 سنه، بالامكانيات دي مش هيكلفك فلوس اللي ما يخليش الاهلي يتعاقب معاه بسرعه وتخلص صفقه هتفيدك لسنين كتير قدام. عبد العزيز رغم صغر سنه ولكنه المنفذ الاول للضربات الثابته والفاولات في فريقه، وفي غانا شايفين انه المستقبل وهيبقى ليه شأن كبير مع المنتخب الاول فيما بعد. عبد العزيز الموسم ده لعب 10 ماتشات في الكونفدراليه، سجل 4 اهداف وصنع هدفين، وقاد فريقه لنص نهائي البطوله رغم صغر سنه. تعالوا نحلل ونتكلم عن كام هدف عالمي سجله عبد العزيز. الهدف الاول معانا هدف عالمي، هدف ماركة الكبار. شوف طبعا الحيطه واقفه غلط في الكوره ديت، وكمان اتحركت بدري، ولكن الولد لاعب الكوره في مقتل حيث يسكن الشيطان حرفيا. حاططها في حته بسرعه وقوه، حارس المرمى ما قدرش يجي جنبها ولا قدر يحط ايده حتى، لان الكوره سريعه وقويه ومحطوطه في حته صعبه جدا تبين لك ان هو صاحب رجل شمال ملهاش حل، ورجل شمال ما شفناهاش من زمان من ايام وليد سليمان. الجول التاني معانا بيثبت لك ان الراجل ده بيمتلك رجل شمال عالميه حرفيا. كوره جايه له من نص الملعب متلخبنه اصلا، وكمان مضغوط عليه من لعيب الخصم، ولكنه واخد القرار في جزء من الثانيه، واخد القرار والكوره جايه له عشان يلعبها على طول تشيب باص من فوق الحارس من مسافه 40 يارده ويمكن اكتر من نص الملعب بالظبط، يلعبها على طول بشماله من فوق الحارس اللي كان متقدم في الجول. هدف عالمي عالمي عالمي، بيثبت لك دقة رجل الراجل دوت ومهارته، وازاي هو لعيب كبير، لعيب من طراز عالمي حرفيا. تالت هدف معانا وده من زاوية بقى غريبة، يعني زاوية لحد دلوقتي انا مش فاهمها. هدف كده برضو بيثبت لك دقة رجل الراجل ده اكتر واكتر واكتر. يعني لو ما اقتنعتش بكرة الفاول، لو ما اقتنعتش بالكرة بتاعت نص الملعب، اتفرج بقى على الهدف دوت. هدف كده مطرف خالص ناحية اليمين، ازاي قدر يحطها في الزاويه البعيده في حته مقتل، يعني حته مش اي حد يلعب كرة زي دي كده، ومش اي حد بالدقه دي بشماله يحط جون زي ده. فعلا فعلا لعيب عالمي، ولعيب هيفيد الاهلي لسنين كتير جدا قدام. طبعا الراجل ده دقه تسديداته بس كده، يعني هو بيعتمد بشكل كلي على التسديدات سواء فاولات او مسافات او لا، ما بيعتمدش على كده بس. تعال بقى شوف رابع هدف كده، وهو بيعمل 1 2 مع المهاجم وحط الباك في ظهره، وكمان سبقه بسرعته وراح بكنترول على الكوره. ولا امتع ولا اميز من كده، كمان عنده كنترول على الكوره روعه روعه روعه، وراح بالكوره وراح لحد ما قرب من ال6 يارد وقدر يحطها في البعيده للحارس بفينش رائع زي الفينيشات اللي قبل كده. لعيب مميز، بيقدر يسجل، بيقدر يصنع. لحد دلوقتي احنا قاعدين ليه ما نروحش نخلص في لعيب بالامكانيات الجباره دي، عنده 18 سنه بس، لعيب ب$100,000 بس بالامكانيات دي؟ مستنيين ايه تاني؟ ودي كانت كل حاجه عن عبد العزيز عيسى. يا ريت يكون الفيديو عجبك، ما تنساش تعمل لايك وفولو البيج عشان يوصلك كل جديد، وكمان شير للفيديو. وبس كده، سلام.